فبريطانيا دخلت في حرب مع مصر عقب تأميم شركة قناة السويس، والإعلاميون في الBBC دخلوا معركة للحفاظ على معايير المهنة وانتصروا. بنيت قناة السويس من أجل مصر ومن أجل منفعة مصر، ولكن كانت قناة السويس صرحا من صروح الاستبداد وصرحا من صروح الذل. اليوم أيها المواطنون أممت قناة السويس ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فعلا، وأصبح هذا القرار أمرا واقعا. اليوم أيها المواطنون نقول هذه أموالنا ردت إلينا، هذه حقوقنا التي كنا نسقط عليها عادت إلينا اليوم أيها المواطنون. ودخل قناة السويس 35 مليون جنيه، 100 مليون دولار في السنة، 500 مليون دولار في ال5 سنين. لن ننظر إلى 70 مليون دولار بتوع المعونة الأمريكية ولا بتوع المعونة الإنجليزية. كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية. صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. في 29 أكتوبر تشرين أول عام 56 بدأ غزو السويس بهجوم القوات الإسرائيلية على سيناء. تلاه بعد يومين هجوم بريطانيا وفرنسا على المطارات المصرية. بعد 5 أيام من ذلك في 5 نوفمبر تشرين الثاني نزلت القوات البريطانية والفرنسية بالمظلات على بورسعيد وبور فؤاد. حقوقنا في قناة السويس عادت إلينا بعد 100 سنة. اليوم إنما نحقق الصرح الحقيقي من صروح السيادة، ونحقق البناء الحقيقي من أبنية العزة والكرامة. انتصرنا وللتعرهم ذكرى في التراب بورسعيد، والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. إن مصر ستعيش حرة مستقلة كريمة، لن تأخذ أوامرها من الخارج، لن تكون تابعة للندن. كنت أعبر عن كل فرد منكم وعن آبائكم وأجدادكم الذين قاتلوا قتالا مريرا حتى يصلوا إلى هذا الهدف.